جريمة آخذة في التنامي على الصعيد الدولي. شبكة الإتجار غير الشرعي بالتحف الأثرية مصدر تمويل لشبكات إجرامية أخطر وأعتى على الأمم عبر العالم. المتحف العمومي الوطني سيرتا نظم دورة تكوينية لفائدة أعوان الجمارك الجزائرية وأفراد الدرك الوطني. ارتأينا أن ننتقل إلى إحدى المعالم التاريخية بميلا حتى يتعرف أعوان الهيئة النظامية حول هذه الآثار ويعرفوها عن قرب ويلتمسوها وتكون عندهم حس أنهم يوالفوا النظر تاعهم، أنهم يشوفوا كل أنواع الآثار من أحجار ومن رخام إلى غير ذلك. المديرية الجهوية لجمارك قسنطينة بمفتشياتها الأربع بالتنسيق مع المتحف العمومي سيرتا تنظم هذه الدورة لرابع مرة، وهي دورة من أجل تحيين معلومات وقدرات الأعوان والإطارات في مجال حماية التراث الثقافي المادي المنقول. الدورة أخذت طابعا ميدانيا بالمدينة الأثرية القديمة ميلا، حيث استمع أعوان الجمارك وأفراد الدرك الوطني لشروحات وافية حول المنحوتات والقطع النادرة الثمينة النوميدية الرومانية البيزنطية الإسلامية والعثمانية. الهدف من الدورة هذه اللي درناها أنه يكون متأكد انه القطعه هذه مثلا كي يشوف قطعه نقديه مثلا ترجع الفتره النوميديه يعرف مثلا باللي فتره نوميديه ماشي اي بياسه، ما يبقاش يشك باللي هذه قادرها كلها. خاصه ان الجزائر لها كنوز اثريه منها المصنفه او الغير مصنفه او حتى الباحثين لحد الساعه لم يكتشفوا هذه الاثار. التراث التاريخي الوطني اهم كنز لانه قطع مشكله للهويه الوطنيه.